وعلى راي المثل اللي تحسبه موسى يطلع فرعون. الكلام اللي هكلمه لك في حلقه النهارده ده مش من دماغي خالص، ومش هتسمع حد خبير ابراج بيتكلم فيه. ليه؟ لان مش كلامنا ده طالع من الاف بي اي اللي تابع ليه دوله تركيا، وكمان جايباه منين الاف بي اي؟ جايباه من المكتب الفيدرالي للاحصائيات عن اكتر مجرمين في العالم. طب المجرمين دول اللي في العالم اللي متنوعين الجرائم عملوا ايه؟ تعال اقول لك بقى. قبل ما اقول لك عملوا ايه هقول لك على الثمان ابراج اللي طلعوا منهم، ومش هتصدق ولا هتتخيل ان في ابراج تافهه جدا وغلبانه جدا وانت اكيد اتعاملت معاها تطلع بالجرم ده، يتربى على مرتبتهم. وده اللي كان غريب بالنسبه لي، برج السرطان الاكثر اجراما. ليه يا صاحبي برج السرطان اكثر اجراما؟ لان برج السرطان طلع مندفع تماما. ليه بيندفع يا عم؟ ايه اللي وصله لكده؟ هو برج ايه؟ برج ناري هو الحمل مثلا؟ لا، هو بيندفع نتيجه لغيرته. واكتر ناس ممكن تعمل جريمه في وقتها هم مواليد برج السرطان. ده مش كلام ريمونتادا ولا كلام اي عالم فاهم في العلم ده تماما، دي احصائيات اتعملت حول العالم، ولقوا ان اكتر السجون او اكتر الناس اللي موجوده في السجون دي يتربحهم اكثر جرما هو برج السرطان المائي. لو كنت جديد معانا اشترك في القناه وعرفني بنفسك ودوس لايك للفيديو لو لسه ما دوستش، واشترك في القناه ده اهم اي شيء تاني. وفكر نفسك انك في القناه دي عشان خاطر تبقى على وضعك، كمان تعرف حاجه جديده عن نفسك او عن غيرك او عن البرج اللي انت مهتم بيه. دايما تطور نفسك، تدي امل نفسك اللي جاي احسن ان شاء الله. تعبك وصبرك واجتهادك وده اي شيء ربنا هو ليه حكمه يديك اللي انت عايزه في الوقت المناسب. الثاني وده كان برده بالنسبه لي حاجه عاديه، انا استغربت من السرطان ولكن ده كان بالنسبه لي حاجه عاديه وبسبب غموضه، وهو برج العقرب. وبرده بفكرك ده مش من كلامي انا، برج العقرب، برج العقرب الغامض. برج العقرب لما بيجي ينتقم بينتقم بغل، يعني لو مسك حد ينتقم منه، متغاظ منه، زعله في حاجه، لما بيجي يدي القلم دايما لو تفتكر ومتابع كلامي بقول لك لما بياخد قلم بيرده مليون. وقد كان كلام الريمونتادا الصحيح. الاف بي اي والمكتب الفيدرالي اكد كده للاحصائيات. طبعا ياتي في المرتبه اللي بعد برج العقرب، وده كانت مفاجاه. ايه ده مستحيل ده يعمل كده. هو برج القوس الناري. القوس ثالث برج اجراما حول يا نهار ابيض. اكتر ناس موجوده في العالم او في سجون العالم او اكتر اجراما من مواليد برج القوس. تعال اقول لك ليه. اصل القوس بطبعه متسرع، والقوس بيسخن جامد. يعني لو حد راح قال لبرج القوس خلي بالك ده واحد عمل معاه ده شتم مامتك، يا لهوي ممكن يروح من غير ما يفهم ولا يحط دليل مع انه اللي بيتعامل مع القوس من بعيد يقول عليه رزين. ولكن برضو القوس في النقطه دي هم عندهم حق فيها، هو بيسخن بيغل كده بسرعه. دي كانت مفاجاه بالنسبه لي. ياتي في المرتبه الرابعه، ودي برضه يعني مفاجاه، ولكن هم الاحصائيات بتقول كده، ولا انا يا ابني ولا غيري هيديك المعلومات دي احصائيات معموله بكل دقه. برج الثور لما بياخد حقه بيضطر يعمل ايه؟ يعمل اي حاجه، يكذب، ممكن ياخد منك فلوس، ممكن ينصب عليك. الثور اللي هو ممكن يكون بيتفرج عليا دلوقتي يقول لي لا انا مستحيل اعمل كده انا متربي. ايوه بس في غيرك في بيئات تانية ما كانتش متربيه زيك، ممكن يحتلك كده برج الثور. وللاسف طلع في ناس كتير جدا حول العالم اتعمل عليهم احصائيات. ياتي في المرتبه الرابعه طبعا برج الثور. والبرج اللي بعد كده وده المفروض يعني انا تربعته على قمه الترتيب لما كنت بعرف وببحث عن المعلومات دي، برج الحمل. غريب يا حمل انت في المرتبه الخامسه، انت المفروض تبقى في المرتبه الاولى. الحمل اللي بيقلب الترابيزه وبيبهدل الدنيا ويقول كاني وماني ويقتلك ويشقك ويعملك وما بنسمعش منه غير مجرم. ده اللي ينطبق عليه مجرم. احلى تحيه لكل الناس تتفرج عليا من مواليد برج الحمل، انتوا فوق 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 راسي. اللي بعد كده وده كان عادي ان هو يجي في المرتبه السادسه، ولكن برضو طلع من اكتر الناس اجراما حول العالم برج الجدي. جدي يموت الدنيا في مقابل يبص ياكلك في مقابل المصلحه. مصلحه ايه؟ الشغل. لا ما تاكلش حقي وما تاكلش او ما تاكلنيش في اكل عيشي. لا فعلا احصائيات فوق الممتازه. هي فيها مفاجآت بالنسبه لنا ولكن احصائيات يا جماعه يعني 10/10. واللي استغربته من ضمن القايمه او ده يعتبر برضو من الاوائل، يعني ده واخد النص بقى، يعني هو برج الحوت.
الحوت الرومانسي، الحوت الفرفوش، الحوت الكيوت، مدرسة الحب والرومانسية. بس عايز اقول لك ده ذكي، يبلعك لو فكرت تقلب عليه، يكرهك لو كنت اقرب الناس ليه وزاولته، حرفيا ياكلك بمعنى الكلمة. هو في ده، بس احنا ما بنشوفش من الحوت غير كل رقة، الراجل برضه والست، ولكن بسبب تعنده وركب دماغه بالمصري زي ما بنقول، خلاص ركب دماغه دي اللي هتمشي وده الصح وي 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 وي، ممكن يوصل لمرحلة زي كده وتتفاجئ واتفاجئ زي انا وانت. يأتي في المرتبة اللي بعد كده وهي المرتبة الثامنة، طبعا برج العذراء بسبب تخطيطه. عمري ما شفت حد قدامي وشهادة حق من برج العذراء يعني بياخد حقه على طول، لا لازم يخطط ويتكتك وبرضه بياخد حقه. بس انا بتجاربي عمري ما شفت ده، ولكن الاحصائيات بتاعت البنك الفيدرالي بتقول كده، وده ما عملهاش على دولة واحدة، عملها على حول العالم. يأتي بقى في المرتبة اللي بعد كده طبعا، ومش هنطول عليكم يعني نديها كده، الميزان. انا استغربت ان الميزان ده دبلوماسي، يعني ده خلقه ضيق، ده ممكن يرد عليك كلمتين وبعد كده يسيبك ويمشي، يحرق دمك ويسيبك ويمشي، ياكلك كده هو بالكلام ويقل منك ويسيبك ويمشي. ولكن مجرم، الكيوت ده مجرم، الجاذبية دي مجرمة. ده ايه ده يا جماعة؟ الهدف من الحلقة انك تفهم وتعرف الناس دي بتزعل وبترتكب الجرائم دي ليه، عشان لما يكون في حد في حياتك من الابراج اللي احنا قلناها تبقى انت فعلا مقدر وفاهم ده، وتقدر انك تتعامل معاه وما توصلهوش ان هو يعمل جريمه زي دي. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا. يا ريت تدوسوا لايك للبث او لايك للفيديو، في بثوث كتير جدا عملناها وبسيب لكم حلقات في الديسكريبشن، خش اتفرج عليها. لايك وعرفني لنفسك، وسلام عليكم، استنوني في حلقات جديده.